السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم خوتنا الأعزاء، وأهلا بكم في كل مكان. جهزوا روحكم لأنه اليوم عندنا خبر مهم ورسمي ومؤكد يخص زيادات الأول من أكتوبر 2025. نعم، زيادات جديدة تشمل المدنيين العسكريين والأرامل وأبناء الشهداء والمجاهدين ومحاربي العشية السوداء وكل الفئات الخاصة. من فضلكم تابعوا معي هذا الفيديو للأخير، باسكو راه كاين أشياء جديدة راح تعرفوها، مثل التثمين السنوي مع الزيادة الاستثنائية راح يدمجوها. قرار مدير التقاعد اللي صرح وقال، دوك تعرفوا من بعد شا قال. دوك نقول لكم في الفيديو واش قال. وقرار الحكومة. من فضلكم تابعوا هذا الفيديو وبرتاجيو الماكسيموم، لأن هذا الفيديو راه مهم بزاف لجميع المتقاعدين، سواء مدني ولا عسكري ولا جديد ولا عدواني تخرج من التقاعد ولا قديم. راه يهمو هذا الفيديو، لأن الحكومة خرجت بقرار جديد، والمنظمة الوطنية للتقاعد أصدرت تقرير رسمي، والمدير الجديد للمنظمة أكدها قدام الصحافة. ابتداء من أكتوبر كل متقاعد في الجزائر يعيش تغيير حقيقي في معاشه. وأول حاجة نحكو عليها هو التثمين السنوي. هذا هو الإجراء الكلاسيكي لكل عام الدولة ديرو، لكن هذا العام راه مختلف. هذا العام راه تأخر بصح راه مختلف. التثمين راه يجي بنسبة 5 و6% للفئات العادية، وزادوا عليه زيادات استثنائية بيواجهوا الغلاء المعيشي اللي راه صاري في البلاد. إذا تروح تشري كيما قال لك كيلو حوت ولا كيلو لحم راه يدير 120، دوكا لازم زيادة قدرها مليون سنتيم. وهذه الدولة اللي راه باغي ديرو. وتابعوا معايا. وتاني حاجة الزيادات الاستثنائية. الزيادات راهي مقسمة حسب الفئات. اللي يدي معاش ضعيف 20 حتى 40 ألف دينار راح يشوف زيادة قوية توصل حتى 10%. واللي يدي معاش متوسط 40 حتى 80 ألف عنده زيادة بين 6%. واللي يدي معاش كبير ما راهوش مهمش بصح الزيادة راهي أقل حوالي 3%. وقرر الدمج. القرار هذا استثنائي هذا العام، هو دمج تثمين مع الزيادة الاستثنائية، يعني مش زيادتين منفصلة، بل معاش واحد وجديد فيه المبلغ الكامل. وكشف المعاش اللي يوصلكم في أكتوبر راح يكون مختلف كليا. أما الفئات الخاصة الأرامل ميتهمشوش، وزيادات بنفس النسب التثمين والزيادة الاستثنائية. أبناء الشهداء عندهم زيادات أكبر وامتيازات خاصة. المجاهدين نفس الشيء، تحسن محسوس في المنح، ومحاربي العشية السوداء وجنود الاستبقاء ملفاتهم راها في التسوية، راها محل تسوية. المدير الجديد أكد أن التنفيذ يبدأ ابتداء من أكتوبر مع رفع تدريجي للمنح. وعن تصريحاته قال بالحرف: قدرة المتقاعدين الشرائية خط أحمر، والزيادات اللي قررناها راح تعطي دفعة حقيقية للدخل الشهري، وخاصة للفئات الضعيفة. وزاد أكد ما كان حتى تأجيل. أكتوبر هو موعد الانطلاقة الرسمية. ونعطيكم أمثلة رقمية باش نفهموا مليح. متقاعد يدي 30 ألف دينار جزائري يولي يدي بيدي الله 36 ألف دينار جزائري، وواحد معاشو 50 ألف دينار جزائري يولي يدي تقريبا 54 إلى 55 ألف دينار جزائري. وحتى اللي يدي معاش كبير يربح 3000 إلى 6000 دينار جزائري إضافية. أما الهدف المستقبلي من هذا الشيء، الحكومة راهي خدامة على إصلاح شامل لصندوق الوطني للتقاعد باش يولي قوي ويضمن الحق لكل متقاعد، وكل عام يكون تثمين وزيادات حسب الظروف الاقتصادية الصعبة اللي راح تواجهها الدولة. أما ابتداء من أكتوبر ما كاينش متقاعد ما يتبدلش وضعه. المدنيين العسكريين الأرامل وأبناء الشهداء والمجاهدين ومحاربي العشية السوداء وجنود الاستبقاء وكامل راهم معنيين، والنسب واضحة من 3 حتى 10%. والدمج رسمي والدخول في أكتوبر أكيد. وخوتي المتقاعدين، هذا راه خبر رسمي وحصري يخلي أكتوبر يكون شهر الفرج والتغيير. خليكم متفائلين لأن القادم خير. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو كما قلت لكم، واشتركوا في القناة وديروا جيم من القناة، وتعطيني تعليق إيجابي بهذا. تاني يزيد يحفزني أكتر وأكتر بنزيد لكم نقدم لكم الإضافات، ونقدم لكم التصريحات اللي قدمها وزير اسمحوا لي رئيس المنظمة الوطنية للتقاعد. وأي شيء يخص التقاعد نزيد نقدمه لكم، ويكون حساس 100%.